الاغنياء راه كيعيشوا ما مرتاحينش وعندهم امراض خايبه، والفلوس راه غيوسخ الدنيا. ترى الناس اللي عندهم الفلوس نعاس وما كينعسوش في خاطرهم. هادو غير شويه من الافكار الخاطئه والسامه اللي كتدور في المجتمع ديالنا، واللي بسببها تقدر تبقى فقير حياتك كامله فقط لانك تامن بها. والحل بطبيعه الحال هو انك تحيد هاد الافكار وتبني واحد العلاقه مزيانه بينك وبين الفلوس. من بين المشاكل اللي كيديروا الفقراء هي انهم كيخسروا الفلوس في حوايج ماشي مهمه بالمره. الماكله في الزنقه، حوايج جداد كل مره، واخرى الماريوم بلاني بالحوايج، الشريان ديال الحوايج وبلانات ما غينفعوا في والو من غير انهم يبانوا راهم حسن من فلان ولا فرتلان، ويبانوا زعما راهم نيفو. والمشكل العويص هو ان هاد الناس ما عارفينش فلوسهم حتى فين كيمشيو. المال راه نعمه، هو اللي فيه قوام حياه الانسان. وكاين الايه اللي كيقول فيها الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الشيء كيعني أن الله جعل قيام حياة الإنسان بالمال. إلا مرتي غتلقى الفلوس هي اللي غتقوم بك وهي اللي غتقدر تداوى بها. إلا جاك الجوع غتقدر تشري ما تاكل بدوك الفلوس اللي عندك. إلا طرات شي حاجة خايبة ليك ولا لعائلتك لا قدر الله غتلقى باش تعاون. بالنسبة للمال في الإسلام راه الزكاة ركن من أركان الإسلام. فتصور انك تكون انت كتسنى الزكاة في عوض ما تكون قادر تعطيها، فبالتالي انه يكون عندك مالك راه ركن من اركان الاسلام. الصلاة كتحتاج المال. كاين فرق مثلا ما بين واحد اللي كيسكن مثلا في البادية عنده مثلا واحد الوسيلة ولا عنده الامكانيات انه يقدر يمشي يتنقل لواحد المسجد باش على الاقل يصلي صلاة الجمعة، ماشي بحال شخص اللي ما عندوش الفلوس باش يقدر يتنقل لواحد المسجد اللي كيديروا فيه صلاة الجمعة، لان ما حداثش مسجد ولا ما حداث مسجد اللي كيديروا فيه صلاه الجمعه، وما عندوش حتى الامكانيات باش انه يتنقل ويمشي لديك البلاصه اللي فيها واحد المسجد اللي يقدر يصلي فيه. الحج الكل يعرف ان ماشي كل شيء يقدر يدير الاداء ديالو، وانه كيحتاج الفلوس. فشنو حسن يكون عندك مال وتقدر تمشي ليه، ولا ما يكونش عندك مال وما تقدرش تمشي دير ركن من اركان الاسلام. نجيو لواحد النقطة أخرى مهمة. انتشار الإسلام راه كان عنده علاقة كبيرة بغنى الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى دابا راه الناس اللي كيساهموا في نشر الإسلام هما الناس اللي عندهم من الإمكانات ما يساعد في ذلك. المال يمكن صاحبه من العيش بكرامة وعفة، وما غاديش يخرج يدل راسو ويطلب. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. واحد الواقعة جميلة كانت طرات، وهذا الشيء من حديث متفق عليه. فقراء المهاجرين جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لي: ذهب أهل الذثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ عوده هما كيجاوبوه: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فجاوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا له: بلى يا رسول الله، قل لنا شنو هذه الحاجة. فقال لهم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. ومن بعد رجعوا هاد الفقراء المهاجرين للرسول صلى الله عليه وسلم وهما يقولوا لي: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. وهنا جاوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما قالش لهم: لا أجي نعاود نعطيكم واحد الحاجة أخرى، لا. فهنا الغنى عنده واحد الفرق. فالإنسان يطمح لذلك وما يقولش لا راه الصحابة كانوا فقراء. لا، خدم باش تكون اليد العليا ماشي اليد السفلى، لأنك بهذا تقدر تعيل، تغني، تتصدق، تحج، تساعد. والحمد لله الفلوس فيهم بزاف ديال الخير. وهذا الشيء كامل اللي قلته ولا شاركته معكم راه غير باش تبدل ديك الافكار اللي عندنا في العقل
باللي راه الفلوس وسخ الدنيا، وجميع دوك الافكار السامه على الفلوس بصفه عامه. بل والمشكل العويص اللي دابا كاين في المجتمع ديالنا وكنشوفوا حتى في المحيط ديالي، هو ان بزاف ديال الناس كيصحاب لهم ان الاسلام امرهم بانهم يكونوا فقراء. وهذا الشيء علاش جاء الفيديو للتوضيح. شكرا لمتابعه الفيديو حتى لدابا. ما تنساش تتابع القناه لانني كنحط فيديوهات على المايند سيت، كيفاش تطورها وكيفاش تطور راسك وتولي انسان افضل في جميع المجالات. كنحاول داكشي اللي كنتعلمو نجي نشارك معكم، الحوايج اللي طبقتها نجي نشاركها معكم، وبعض المرات معلومات اللي استفدت منها كنجي نشاركها معكم. هادشي اللي كاين. سلام.